لفقيد كرة القدم السكندرية المرحوم الكابتن أحمد الكاهل لاعب الاتحاد السكندري بين النادي الأولمبي والاتحاد. هيشترك فيها الكابتن محمود الخطيب بعض الوقت حتى يمكن أن يكون لهذه المباراة الخيرية إن شاء الله طاع، ومن الممكن أن تكون أول مباراة يشترك فيها بعد اعتزاله كمباراة ودية. ونحيي هذه الروح في الكابتن محمود الخطيب ونتمنى له دوام التوفيق. الزمالك والأهلي دائما أبدا هو لقاء القمة للكرة المصرية مهما كان موقع الناديين في مسابقة الدوري العام. يشرف على الكرة في الناديين جهازين من أكفأ الأجهزة الرياضية. أنا شايف الفريقين نازلين، كابتن محمود الخطيب نازل لابس بدلة بيضاء زي ما حضراتكم شايفين خلف الحكام الدوليين، وأمام فريق نادي الزمالك تحية وتقدير منه لجهود أندية الكرة المصرية ولجماهير المحبة للرياضة في مصر. وهذه اللفتة هي لفتة من لفتات العديدة لخلق الكابتن محمود الخطيب اللي تميز بها على مدى 17 عام شارك فيها في مباريات نادي الأهلي والفريق القومي. ولأول مرة تحرم جماهير كرة القدم المصرية من فن وجهود الكابتن الخطيب. يحيي لاعبي نادي الزمالك قبل هذا اللقاء، ونتمنى لكابتن محمود الخطيب التوفيق. سلم على الحكم، على المساعدين، على الحكم الدولي علي حسين، ثم بيبدأ بفريقه فريق النادي الأهلي يصافح اللاعبين وبيقبلهم. زي ما قلت حضراتكم ان الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي بيتكون من الكابتن طارق سليم مدير الكره، كابتن صلاح حسني مساعد مدير الكره، كابتن باك مدرب، باركر باتلر، الكابتن انور سلامه مساعد مدرب، كابتن فتحي مبروك مساعد مدرب، مقدم احمد بكر اداري، الدكتور احمد ناصر طبيب، حمدي مكرونه مدلك. اما الجهاز الفني والاداري لنادي الزمالك فيتكون من كابتن عصام بهيك مديرا فنيا والمدرب العام، يساعد كل من الكابتن محمود سعد والكابتن محمود خواجه، الاداري حمدي يوسف، دكتور ممدوح مصباح طبيبا، وفقار الجمل، وحمدي حافظ للعلاج الطبيعي. جماهير الكره الغفيره اللي موجوده بتحيي الكابتن الخطيب، وبدأ المصورون يأخذون الصور التذكارية لطاقم الحكام ورئيسي الفريقين. وخلال دقائق معدودة سيبدأ اللقاء رقم 61 في سجل مباريات الدوري العام للناديين الكبيرين الأهلي والزمالك. وبدأ فريق نادي الزمالك يتجه إلى جمهوره اللي موجود في المدرجات الشمال في الدرجة الثالثة. ما زال النادي الأهلي موجود أمام المصورين لالتقاط الصور التذكارية. أيضا هيبدأ في اتجاهه لتحية المقصورة ويتجه إلى الجانب الأيمن اللي موجود فيه جماهيره اللي بتحييه. مدرجات ليس بها الجمهور المتوقع لمثل هذه المباراة الهامة. إن شاء الله تسعد الجماهير اللي موجودة أمام الشاشة الصغيرة لهذا اللقاء الهام. يعتبر لقاء الأهلي والزمالك لقاء خاص ببطولة خاصة بين الفريقين، لها سجل خاص. أتمنى أن يكون هذا السجل مشرف لكلا الناديين، مشرف لكرة مصرية، حيث أن هذه المباريات تضم أغلب عناصر الفريق القومي في أي وقت من الأوقات
فهي ترمومتر يوضح ويبين المستوى المصري لكرة القدم. الظاهر القرعة تمت او بتتم دلوقتي في نصف الملعب. هنشوف كل فريق هيلعب في انهي نصف. الزمالك في نصف الملعب اللي على يمينك كنت في مقصورة استاد القاهرة الدولي. النادي الاهلي على شمالك وانت في استاد القاهرة الدولي. النادي الاهلي هو اللي هيبدأ اللقاء. دقيقة حداد على أرواح التلاميذ شهداء حادث الأتوبيس المشؤوم وعلى شهداء العرب في فلسطين من الفلسطينيين الأبطال. وبدأ اللقاء الهام. حكم صفر بانتهاء الدقيقة الحداد. هيبدأ زيزو، مجدي عبد الغني، بدر رجب، حمادة صدقي لأحمد شوبير، بيتابعها جمال عبد الحميد. عالية طويلة صوت حسام حسن، بياخدها هشام ابراهيم. اسماعيل يوسف تخرج بره الملعب. رامي التماس للزمالك. خالد جلال، هشام ياكل، ايمن طاهر، حماد عبد اللطيف، تفوت وتوصل لأحمد شوبير. طويل عالية، هشام ياكل، خالد جلال، ضربة رامي التماس للنادي الاهلي. طاهر في صفارة، ضربة حرة مباشرة لطاهر ابو زيد على حافة منطقة الجزاء. شايف الحكم رافع ايده الشمال. ضربة حرة غير مباشرة للنادي الاهلي. ما زالت فترة جس النبض للفريقين موجودة. هنشوف طاهر ابو زيد واقف جنب الكورة وبيلعبها بتتشات تخبط وترجع مرة تانية ورا. محمد سعد، حمادة صدقي، اسماعيل يوسف بصدره لعبها لخالد جلال. بدر حامد، ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. حلمي لخالد جلال، حماد عبد اللطيف،
حماد عبد اللطيف، في صفاره ورايه، ضربه حره غير مباشره لنادي الزمالك. حماس منقطع النظير من جمهور فريقين، تفاعل مع كل كره جميله بتؤدى. حماد لطيف عاليه طلعها بدر رجب، حماده، اسماعيل يوسف، اسماعيل يوسف تطلع بره الملعب، في تسلل، في رايه وصفاره، ضربه حره غير مباشره للنادي الاهلي بتلعب على طول. حماده صدق بيمشي يقرب لخط النص ويفوت، لعبها لطاهر، في كعبله، ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. دخل على طول، في رايه وصفاره، ضربه حره غير مباشره نتيجه تسلل زيزو. خالد جلال، خالد جلال مرة تانية، طلعها محمد سعد بره الملعب، رمي التماس للنادي الزمالك. حماد عبد اللطيف نقل في نص الملعب، محمد حلمي، بدر حامد، بدر، ابراهيم حسن، مجدي عبد الغني، محمد سعد، طاهر ابو زيد، أمامية طويلة لابراهيم حسن اللي بيلحقها، تطلع بره خط التماس، ما بيلحقهاش. طارق يحيى، بيلعبها ياخدها، تروح لطاهر ابو زيد بيلعبها، ياه فرصة أكيدة ضاعت، بتوصل الكورة لنص ملعب الأهلي مع أيمن يونس، لعبها لحماد عبد اللطيف، قط أحمد شوبير، وسام حسن لعب كورة بذكاء، خدها من رمي التماس ومررها للخلف لطاهر أبو زيد، صلحها ويلعبها تخبط في هشام يكن وتطلع. نقدر نقول أول فرصة بعد مضي 5 دقائق من بداية الشوط الأول من لقاء الأهلي والزمالك، وما زالت النتيجة تعادل بدون أهداف. أيمن يوسف لجمال عبد الحميد، أول كورة هيلعبها جمال عبد الحميد، بيمشي إسماعيل يوسف، خالد جلال لإسماعيل يوسف، إسماعيل يوسف لحمادة عبد اللطيف، حمادة، حمادة تطلع بره الملعب، ضربة مرمى للنادي الأهلي. فرصة اللي ضاعت في بداية المباراة من طاهر أبو زيد، فرصة ممتازة. أحمد شوبير، عليها بيلعبها حسام حسن، توصل إلى أيمن طاهر، أيمن طاهر، هشام إبراهيم، هشام يكن، أيمن طاهر، هشام، خالد جلال، توصل ياخدها تاني خالد جلال أمام العرض لبدر حامد، بدر تطلع بره الملعب، يلعبها الطار لما تطلع بره الملعب. مجدي عبد الغني، طاهر، طاهر ابو زيد بيلعبها بكعب رجله، ترجع له تاني، ياخدها اسماعيل يوسف، اسماعيل يوسف
جلال بيقطعها بدر رجب لأسامة عرابي. أسامة عرابي بيفوت وبيتكعبل وصفارة ضربة حرة مباشرة وبيحذر هشام إبراهيم. مجدي عبد الغني عالية. إبراهيم حسن بيطلع يشترك فينا، بتروح لبدر حامد. أيمن يونس بدر حامد تخبط تطلع بره الملعب من بدر رجب. بدر رجب لأيمن طاهر. هشام إبراهيم اللي بد. مجدي عبد الغني بيلعب على طول ياخدها من طاهر لما توصل لمحمد حلمي. محمد حلمي لإسماعيل يوسف لخالد جلال، بيفوت خالد جلال ويرجع تاني ويلعبها لإسماعيل يوسف. إسماعيل يوسف بيتحرك لقدام، حماد عبد اللطيف وفي كعبلة من محمود صالح وضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. خالد جلال ناحية اليمين بيلعبها عرضية توصل لمجدي عبد الغني. مجدي لأسامة عرابي. أسامة عرابي لمحمد سعد بيتحرك قرب خط النص، بياخدها محمد حلمي. إسماعيل يوسف أمامية طويلة لمحمود صالح. حمادة صدقي إلى أحمد شوبير. محمود صالح 10 دقائق على بداية الشوط الأول من لقاء الأهلي والزمالك، وما زالت النتيجة تعادل بدون أهداف. محمود صالح بيرجعها لأحمد شوبير. أحمد شوبير لبدر رجب. طارق يحيى على صدره بيتحرك في النص، ياخدها مجدي يلعبها لطاهر. وقف محمد حلمي. أيمن يونس. بدر رجب. محمد حلمي لطارق يحيى انما اطول من اللازم بره الملعب. صورة استاد القاهرة اللي بنشوفها في كل مباراة بتزداد جمال ورونق بفضل جهود العاملين في هذا الاستاد الجميل العظيم بقيادة المهندس مصطفى البحيري. بنجد باستمرار لمسة جمالية حضارية موجودة في هذا الاستاد، شكله يبعث على ان هنا حضارة الرياضة في مصر. الحمد لله ان عندنا مثل هذا الاستاد، ونتمنى ان يكون استادات الجمهوريه تقتدي بهذا الاستاد ونشوف هذا المظهر الحضاري في كل استادات مصر. ايمن طاهر. هشام يكن. خالد جلال. وقفها محمد سعد. أسامة عرابي. زيزو. مجدي عبد الغني أمامية لمحمد سعد. محمد سعد بيتحرك انما اطول من لازم يلحقها. لعبها جامده بالعرض تفوت. طارق يحيى بيتابع مع ابراهيم حسن. يهاجم ابراهيم حسن بياخدها انما تطلع بره الملعب. ضربه مرمى، مجهود كبير جدا من ابراهيم حسن من طارق يحيى ايضا. ايمن طاهر لبد رجعها ورا لايمن طاهر مره ثانيه. ايمن طاهر لهشام يكن. حماد عبد اللطيف التغطية على طول. طاهر ابو زيد ماشي على رجله الشمال، شوطه جامده تطلع بره الملعب. ضربه مرمى نادي الزمالك. كوره مرتده مفاجاه صحت الجماهير الموجوده، هنشوفها مره ثانيه. كوره ماشيه بالعرض طلع بره الملعب. بدر حامد بيلعبها لايمن طاهر. هشام ابراهيم بيرجعها لايمن طاهر. هشام ابراهيم. محمد حلمي.
لبد تفوت تاخدها اسامه عرابي. اسامه عرابي بيلعبها على طول لزيزو. زيزو طاهر ابو زيد بيلعبها محمد سعد، لما بيوقفها هشام ابراهيم تروح لاسامه عرابي، بيمشي من ناحيه الشمال وبيقوم بيلعبها تخبط تطلع بره الملعب. ضربه ركنيه النادي الاهلي. كوره مفاجاه فيها ارتداد سريع من الفريقين، ولذلك كل جمهور بيتابع الكره حواس مرهفه. بنجد الصمت مع الكره المرتده السريعه ثم هات الاعجاب بعد انتهاء اللعب. شات جامده عاليه فوق، ضربه مرمى لنادي الزمالك. ايمن طاهر. ربع ساعه ده الشوط الاول من لقاء الاهلي والزمالك، وما زالت النتيجه التعادل بدون اهداف. ابراهيم حسن وطاهر. طارق توصل لمجدي عبد الغني. طاهر ابو زيد لعبه طويله. ابراهيم حسن برضه بيتابع معاه طارق يحيى. ابراهيم حسن يرجع ناحيه الشمال ورقص لعبه جامده تخبط في هشام يمشي بيها، وفي حجز من بدر رجب له. ضربه حره مباشره. بدر رجب ايمن طاهر. بدر رجب بدر حامد محمود صالح. وطاهر ابو زيد بيوقفها ياخدها هشام يكن. خالد جلال. جمال عبد الحميد تطلع بره الملعب. رمي التماس للنادي الاهلي. رمي التماس للنادي الاهلي. بره الملعب. رمي التماس مره ثانيه. ايمن يونس بيطلعها بره الملعب. بتلعب لاحمد شوبير. احمد شوبير فوت هشام يكن. خالد جلال عاليه. محمد الصديق بيرجعها لاحمد شوبير ويطلع ويظبطها. اماميه عاليه طويله. هشام يكن توصل لخالد جلال. لمسه يد تخبط في اسامه عرابي في ايده. ضربه حره مباشره لنادي الزمالك. بدر حامد. مجدي عبد الغني وايمن ياخدها. مجدي بيلعبها لبدر رجب. بدر رجب وبدر حامد بتنقل على طول لزيزو. زيزو لبد في كعبله من هشام يكن. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. لقاء اليوم هو اللقاء رقم 61 في سجل الناديين. النادي الاهلي فاز 20 مره، الزمالك فاز 12 مره، التعادل 28 مره. اخر ما لاحظ اهداف لقاءات الاهلي والزمالك ايمن شوقي في المباراه الماضيه اللي هي رقم 60، وكان هدف فوز النادي الاهلي
2-1. هو اللي جاب جونين، وجمال عبد الحميد هو اللي جاب جول نادي الزمالك. ده الاماميه الطويله، محمود صالح عمى من نص الملعب الى احمد شوبير بمبدا السلامه. اولا خد احمد يخش داخل منطقه الجزاء ويمسكها. اماميه عاليه طويله، هشام كان بيقع، طلعها بره هشام ابراهيم، رامي التماس للنادي الاهلي. محمد سعد، مجدي عبد الغني، محمد سعد، اسامه عرابي، هشام يكن، خالد جلال، ايمن طاهر. حسام حسن متابع برضه، انما ايمن متوقع ظابطها قبل منه. خالد جلال، محمد حلمي، جمال عبد الحميد، رامي التماس للزمالك، هيلعبها خالد جلال. طاهر ابو زيد، اسامه عرابي، اسماعيل يوسف، حماد عبد اللطيف، مجدي عبد الغني، مجدي عبد الغني يسجل الاثنين. وده محمد حلمي بيلعبها في نص الملعب. محمود صالح لحماده صدقي، حماده صدقي لاحمد شوبير. 20 دقيقة على بداية الشوط الأول من لقاء الأهلي والزمالك، وما زالت النتيجة التعادل بدون أهداف. أحمد شوبير، حسام حسن عالية، هشام يكن وطاهر أبو زيد. هشام، خالد جلال لهشام، هشام، جمال عبد الحميد، حماده صدقي بيسيبها لمحمد سعد، بيرجعها ورا لاحمد شوبير. احمد شوبير، حماده صدقي، ابراهيم حسن، محمود صالح، احمد شوبير. رامي التماس للزمالك، يلعبها اسماعيل يوسف، جمال عبد الحميد، تطول وتوصل لاحمد شوبير. احمد شوبير بايده طويله، لعبها ابراهيم حسن، تطلع بره الملعب. رامي التماس للزمالك، بدر حامد مره ثانيه بره الملعب من ابراهيم حسن. رامي التماس للزمالك، بدر حامد، ايمن يونس لبدر، طارق ياخدها ابراهيم حسن بره الملعب. رامي التماس، ايمن لبدر، بدر رجب في ضربه حره غير مباشره للاعتراض. طارق يحيى، طارق يحيى، عالية، شوبير بيلعبها على طول، توصل لاسماعيل يوسف، تلعب بالحماده، ايمن يونس بيجيب الجول الاول لنادي الزمالك. ايمن يونس يجيب الجول الاول لنادي الزمالك، بيطلع بره الملعب من فرق
جميل يجيبوا ايمن يونس بعد مضي 24 دقيقه. 24 دقيقه ايمن يونس يجيب الجول الاول لنادي الزمالك ويتقدم الزمالك بهدف لا شيء بعد مضي 24 دقيقه. بدر رجب هنشوف الجول مره ثانيه مع بعض. هشام يكن يلعب الكوره بره الملعب، رمي التماس للنادي الاهلي. ابراهيم حسن، مجدي عبد الغني بيلعبها على طول، اسامه عرابي تخبط اسماعيل تروح لاسامه مجدي، اسامه عرابي لطاهر ابو زيد في كعباله وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين الزمالك واحد على لا شيء على الشاشه، ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. 25 دقيقه على بدايه الشوط الاول من لقاء الاهلي والزمالك، ويتقدم الزمالك بهدف لا شيء احرزه ايمن يونس بعد مضي 24 دقيقه. مباراه حماسيه سريعه من الفريقين من اول دقيقه حتى الدقيقه 24 بيحرز ايمن يونس بهدف اول للزمالك، ويستمر الكفاح ويستمر العطاء وانذار الحكم بيديه لايمن يونس لانه مش عاوز يبعد ال10 ياردات عن الحيطه الثابته اللي هو عداها، ولذلك بدا جميع لعيب الزمالك يرجع لورا لان من الممكن يدي انذار لكل الحيطه اللي بنشوفها على بعد 10 ياردات. طاهر ابو زيد ضربه حره مباشره، لعبه جامده بعيد عن القايم اليمين، ضربه مرمى لنادي الزمالك. حماس اللي في المدرجات، خالد جلال لايمن طاهر. حماس المدرجات والاعلام البيضاء بدات ترتفع بعد هدف ايمن يونس. هنشوف جهد الفريقين هيوصلهم لفين. حماده عبد اللطيف ومحمد سعد. حماده ضربه حره غير مباشره للزمالك نتيجه اعتراض محمد سعد لحماده عبد اللطيف. عاليه جمال عبد الحميد بيمشي بيها، لعبها لورا طارق يحيى. طارق يحيى بيفوت من محمود صالح، بيمسكه محمود صالح، ضربه حره مباشره للزمالك. ضربه حره مباشره للزمالك. طارق يحيى عمال لطيف، اسامه عرابي، طاهر ابو زيد لبدر رجب، محمد سعد اللي داخل في النص تبعد عنه، بياخدها هشام ابراهيم. هشام ابراهيم في نص الملعب ياخدها ابراهيم حسن، تبعد عنه، زحلة في الارض ياخدها يلعبها لمجدي عبد الغني. مجدي ومحمد حلمي. مجدي ياخدها محمد حلمي، وضربة حرة مباشرة للزمالك. ضربة حرة مباشرة للزمالك. بدر رجب، طارق يحيى بيلعبها لبدر
بدري لما تطلع بره الملعب. رامي التماس للنادي الاهلي. ابراهيم حسن لطاهر ابو زيد اللي جاي ناحيه اليمين، لعبها يطلعها ياخد كورنر. ضربه ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، يلعبها بدر رجب. بدر رجب لطاهر، يلعبها بدر رجب بره الملعب تاني. رامي التماس للنادي الاهلي. رامي التماس هيلعبها ابراهيم حسن. عاليه تبعد عن محمد سعد، ياخدها اسماعيل يوسف. الى على طول لخالد جلال. حماد عبد اللطيف بره ملعب. رامي التماس للنادي الاهلي. رامي التماس للنادي الاهلي. أسامة عرابي. أسامة عرابي بيفوتوا بالكعب. كعبلها من هشام يكن. انذار لهشام يكن. انذار لهشام يكن. مجدي عبد الغني. عالية. أيمن طارق. بيده على طول لطارق يحيى. لأيمن يونس. أيمن يونس لطارق يحيى. طارق يحيى خدها منه بدر رجب. ترجع تاني لبدر رجب. ابراهيم حسن. اسامه عرابي. اسامه عرابي وايمن يونس. يلعب على طول الطاهر لاسامه عرابي. لزيزو يمسكه اسماعيل يوسف يوقعه في الارض. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. 30 دقيقه على بدايه الشوط الاول من لقاء الاهلي والزمالك، وما زال الزمالك متقدم بهدف لا شيء احرزه ايمن يونس بعد مضي 24 دقيقه من بدايه الشوط الاول. مجدي عبد الغني عاليه. يطلع ايمن تقع منه. اسامه عرابي. عاليه. حماده صدقي. حماده صدقي بيفوت، ياخدها اسماعيل يونس، ياخدها تاني وتوصل الى حسام حسن. ولما توصل ناحيه الشمال ياخدها محمد سعد. رامي التماس للنادي الاهلي. رامي التماس للنادي الاهلي. هيلعبها محمد سعد. العرض. كورة اتلعبت مرتين وبيقع محمد سعد في الارض. تطلع بره الملعب. ضربة هنشوفها مرة تانية. فاتت من ايمن. زيزو طلعها بره القايم الشمال. فرصة أيضا من فرصة ضائعة. هيلعبها أيمن طاهر. هشام يكن. هنشوف الكرة اللي فاتت دي مرة تانية. توصل لزيزو اهو لوحده بيلعبها، تطلع بره الملعب. وأيمن طاهر. عالية. ابراهيم حسن. مجدي عبد الغني. اسامه عرابي. زيزو. زيزو خدها مجدي عبد الغني. زيزو لطاهر على صدره، تبعد عنه. الطاهر على طول ياخدها حماده
عبد اللطيف لعبها لطاهر وقف على فخده. حماد عبد اللطيف معاه أسامة عرابي، تطلع منه كوره بره الملعب. رمي التماس للنادي الاهلي، لعبها بدر رجب لمجدي لبد أسامة عرابي، خدها جمال عبد الحميد، ياخدها أسامة عرابي، كعبالة، ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. محمود صالح، عالية، محمد حلمي يلعبها عالية، جمال عبد الحميد، محمد سعد، بدر رجب بيلعبها بالعرض، تمشي بعرض الملعب وتطلع بره الملعب. رمي التماس للنادي الاهلي. 35 دقيقة على بداية الشوط الأول من لقاء الأهلي والزمالك، وما زال الزمالك متقدم بهدف لا شيء زي ما احنا شايفين الشاشة. حرزوا أيمن يونس بعد مضي 24 دقيقة من بداية الشوط الأول. مجدي عبد الغني، مجدي، أسامة عرابي، محمد سعد يطلع بره الملعب. رمي التماس للنادي الاهلي. رمي التماس للنادي الاهلي. هشام ابراهيم مره ثانيه عاليه، ويطلع ايمن طاهر يمسكها. خالد جلال لأيمن يونس، وده محمود صالح لأحمد شوبير. طاهر توصل لبدر حامد، محمد حلمي لخالد جلال، حماد عبد اللطيف، اسماعيل يوسف وحماد صدقي يلعبها، تخبط حماد صدقي تطلع بره الملعب. ضربه ركنيه للزمالك. ما زالت كل كور المرتده خطيره على المرميين. لم تترجم هذه الهجمات المرتده الى هدف واحد للزمالك. احرزه ايمن يونس بعد مضي 24 دقيقه من بدايه الشوط الاول. عالية، يمشي محمود صالح لهشام ابراهيم، تطلع بره الملعب. رمي التماس، شاف الحكم بينده لجمال حميد بيكلمه. بدر حامد لجمال عبد الحميد. جمال عبد الحميد بيفوت ياخدها محمود صالح، طلعها ايمن يونس كورنر. لعبه فيها ذكاء، مزنوق جنب خط المرمى، يلعبها تطلع بره الملعب. ضربه ركنيه للزمالك. حماد عبد اللطيف، محمود صالح اماميه عاليه، زيزو، حسام حسن، زيزو، بدر رجب. في صفاره ضربه حره مباشره ضد بدر حامد لبدر رجب. لعب ابراهيم حسن لبدر، يفوت بدر، عاليه، أسامة عرابي انما ياخدها خالد جلاله اماميه طويله، لعبها بصدره محمود صالح بيمتصها كويس وينقلها كويس. حماده صدقي، مجدي عبد الغني، بدر رجب،
لبدر حامد. طارق يحيى بيفوتها لنفسه، بيجري من ابراهيم حسن، بيجري معاه بدر رجب، بيجري طارق يحيى بيجري وراه بدر رجب، بيوقفها ويفوت ويرجع من الناحيه الثانيه بيلعبها عاليه. رضوى شوبير، مجهود كبير جدا من طارق يحيى في الكره اللي فاتت. سامع عرابي، بدر رجب، حسام حسن في رايه وصفاره. ضربه حره مباشره لنادي الزمالك. ضربه حره مباشره لنادي الزمالك. 40 دقيقه على بداية الشوط الأول من لقاء الأهلي والزمالك، وما زالت النتيجة تقدم الزمالك بهدف لا شيء. حرزه أيمن يونس بعد مضي 24 دقيقة. بدر رجب يلعبها تخبط في حسام حسن وتطلع بره الملعب. رمي التماس، حسام حسن بياخد انذار. الحكم فسر انه بيسقف للمساعد ان ده اعتراض على قراره فاداله انذار. رمي التماس للزمالك. عماد، جمال عبد الحميد، محمد سعد، محمد سعد، طاهر ابو زيد. ضربة حرة مباشرة ضد هشام يكن. ضربة حرة مباشرة للأهلي خارج منطقة الجزاء بيردتين لطاهر أبو زيد. الحكم بيحط الكورة ويقول الحيطة ترجع لورا. 10 يارد. مجدي عبد الغني وبدر رجب وطاهر ابو زيد سابوها لطاهر ابو زيد. الحكم بيرجع الحيطه ورا ال10 ياردات. وطاهر ابو زيد لعبها تخبط في الحيطه وترجع. محمود صالح، أسامة عرابي، في كعبلة وصفارة. ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. حلمي واقع في الارض، هنشوف هيقوم. الحمد لله قام سليم مفيش حاجه. ضربه حره مباشره للاهلي. مجدي عبد الغني، مجدي شوطه جامده لعبها هشام يكن توصل لبدر لما تطلع بره الملعب. رمي التماس للنادي الاهلي. ابراهيم حسن بيلعبها عاليه، طاير على صدره، لعبها بالعرض طلعها هشام يكن. محمود صالح في واسع على حمام لطيف. ضربه حره مباشره ترجع ورا لايمن طاهر بيطلعها لقدام. محمد حلمي رجعها ورا لايمن طاهر. ايمن طاهر، حماد عبد اللطيف خدها منه حسام حسن تطلع منه بره الملعب. رمي التماس لعبها حماد عبد اللطيف لايمن لحماده. حماده الكعب اللي وقع في الارض، حسام حسن بكعبله. ضربه حره مباشره
نادي الزمالك. لبدر حامد، فوت وتوصل لأسامة عرابي. أسامة عرابي لزيزو لما يقطعها خالد جلال. هشام ياكل لمحمد حلمي. هشام ابراهيم لمحمد حلمي. لأيمن طارق. أيمن طارق عالية. محمد سعد بيرجعها ورا لأحمد شوبير. أحمد شوبير رمية عالية طويلة تفوت. هشام ابراهيم على الأرض لبدر حامد. بدر حامد يفوت. ضربة حرة مباشرة نتيجة عرقلة مجدي عبد الغني. بدر حامد عمى بالعرض توصل لإسماعيل يوسف. هشام ابراهيم. محمود صالح. مضى وقت الشوط الاول كله 45 دقيقه وما زالت النتيجه تقدم الزمالك بهدف لا شيء احرزه ايمن يونس بعد مضي 24 دقيقه. الحكم الدولي الفرنسي كينيو بيلعب دلوقتي في الوقت بدل الضائع. احتسبوا نتيجه اي ايقافات وفي صفاره ضربه مشى كرة على طول توصل لأيمن طاهر. أيمن طاهر إبراهيم حسن. محمد عبد اللطيف. كعبالة. ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. محمد عبد اللطيف يرجع الكرة من نص الملعب لأيمن طاهر. هشام ابراهيم لأيمن طاهر. خالد جلال. خالد جلال. خالد جلال خد عزيزو اتاخد منه. محمد حلمي. محمد عبد اللطيف. كعبلة. في صفارة بانتهاء الشوط الأول من الحكم الدولي الفرنسي جويل كينيو. وكده ينتهي سيداتي وسادتي الشوط الأول من لقاء الأهلي والزمالك. زي ما احنا شايفين على الشاشة الزمالك واحد احرزه أيمن يونس بعد مضي 24 دقيقة. الأهلي لا شيء. سيداتي سادتي مساء الخير. أنا مجدي عبد الغني ليسانس آداب بيدور على عروسة. مجدي عبد الغني ساعتها ما اتجوزتش. تعال نشوف والنسمة حلوة سوا سوا بالله لما أحلى سوا سوا هنغني غنوة هوا 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 والسهرة تحلى. احمد شوبير 27 سنه عامل محاره اعزب وعنده 3 اولاد. يا سلام. مارادونا يا جماعه. مارادونا 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 ده بملايين وشوبير بملاليم. حسن ومحمد بصوا شوفوا يا ابوي حسن ومحمد حسن ومحمد. يا ولد ايه الحلاوه دي يا راجل؟ يوجد بانيو واحد فقط في مصر يعطيك 9 ألوان مختلفة. تأتي مرة أخرى من استاد القاهرة وبعد مضي دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني. زي ما احنا شايفين ادي أخطر كورة في الدقيقة اللي فاتت. كورة لعبها طاهر أبو زيد مسكها أيمن طاهر وما زالت النتيجة تقدم نادي الزمالك بهدف لا شيء أحرزه أيمن يونس بعد مضي 24 دقيقة من الشوط الأول. الشوط الثاني تغيير واحد حصل في الفريقين. علاء ميهوب نزل في النادي الأهلي بدل من محمد عبد العزيز
وبكده يبقى النادي الاهلي فاضله تغيير، والزمالك على ما يقوم مع الكوره بيلعبها لمجدي عبد الغني، بيتحرك لطاهر، طاهر بيلعبها على طول، طلع هشام ابراهيم اماميه طويله توصل لعلاء ميهوب. دلوقتي النادي الاهلي على يمينك وانت في استاد القاهره في المقصوره، على شمالك في نادي الزمالك، ضربه حره غير مباشره نتيجه تسلل لاعب من الزمالك. حماده صدقي توصل محمود صالح لعلاء ميهوب لطاهر، هشام ابراهيم بره الملعب، رمي التماس للنادي الاهلي. محمد سعد، اسامه عرابي، ايمن يونس بيلعب على طول لحماده عبد اللطيف، حماده ياخدها محمد سعد، محمد سعد مره ثانيه بنقل على طول لاسامه عرابي، لأسامة عرابي، حسام حسن، بدر رجب، توصل لمحمد حلمي أمامية لجماعة حميد ومحمود صالح، محمود صالح إلى أحمد شوبير، حمادة صدقي، بدر رجب، مجدي عبد الغني، طاهر ابو زيد، وفي دفعه من محمد حلمي، ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. حكم واقف جنب كوره ومتابع وصاحي وقراراته سليمه تماما. هدافي لقاءات الاهلي والزمالك منذ بدايه الدوري العام سنه 1948 حتى الان كابتن توتو للنادي الاهلي 7 اهداف، المرحوم علاء الحمولي بنفس الرصيد 7 اهداف لنادي الزمالك. اللاعبين الموجودين دلوقتي على ارض الملعب، علاء ميهوب له 3 اهداف، هنشوف ايمن شوقي هدفين ومجدي عبد الغني هدف. اما في جانب الزمالك فطارق يحيى هدفين، محمد حلمي هدفين، جمال حميد هدفين، وايمن يونس بهدف النهارده يبقى لهم هدفين. طاهر بيلعبها جامده، الحكم بيقول ما حدش يشوط الا لما صفر، لازم يأذن بالبدء اللعب. الكرة بترجع مرة تانية، مجدي عبد الغني وطاهر معاهم الكرة الاثنين، مجدي بيحطها، معاهم بدر رجب، حماد عبد اللطيف بيتحرك قدام الحيطة بيرجع ورا، مجدي عبد الغني هو اللي هيلعبها، ايمن يوسف يقدم، طاهر ابو زيد بيلعبها جامده، يا سلام برافو يا ايمن يا طاهر، كوره محطوطه حلوه قوي، يطير ايمن طاهر ويطلعها بره الملعب، ضربه ركنيه للنادي الاهلي. هنشوفها مره ثانيه، اذا كنا هنشوفها مره ثانيه هتجدوا فيها السرعه والتلبيه الهائله عاليه. مجدي عبد الغني تروح له مره ثانيه لطاهر لمجدي، وسط الملعب توصل لحماده صدقي، حماده بيفوت ينقلها، توصل لعلاء ميهوب، بدر رجب، بدر رجب، بدر رجب لحماده صدقي اللي كان لقدام، انها توصل لايمن طاهر. 5 دقائق على بدايه الشوط الثاني من لقاء الاهلي والزمالك، وما زالت النتيجه تقدم نادي الزمالك بهدف لا شيء، احرزه ايمن يونس بعد مضي 24 دقيقه من بدايه الشوط الاول. حماد عبد اللطيف، محمود صالح، علاء ميهوب، اسامه عرابي، اسامه عرابي بيلعبها توصل لخالد جلال، لجمال عبد الحميد، تطلع بره الملعب من محمود صالح، رمي التماس، لعبها جمال عبد الحميد، ايمن يونس حولها لطارق يحيى، شوطه جامده، يا سلام، يطير احمد ابو شوبير ويظبطها، كوره حلوه وصده حلوه وعلى الارض. محمود صالح، محمد سعد،
محمد سعد. طاهر ابو زيد بياخدها ويمشي ناحيه شمال، بيلعبها تخبط في هشام ياكن ويكملها بره الملعب. ضربه ركنيه للنادي الاهلي. لبدر رجب على طول بالعرض، توصل لطاهر ما يلحقهاش، رمي التماس محمد سعد بيلعبها توصل لأسامة عرابي في نص الملعب، لمجدي عبد الغني وعلى رجله اليمين بشوطة توصل في حمادة. مجدي عبد الغني مرة تانية، حسام حسن تلعب وتتنت وترجع تاني لطاهر ابو زيد، بيوقفها طاهر ومعاه خالد جلال بيفوت من ناحيه الشمال، ياخدها خالد جلال لاسماعيل يوسف، اسماعيل وعلاء ميهوب، ياخدها حماد عبد اللطيف، ياخدها اسامه عرابي، حماده صدقي، حماده مجدي عبد الغني لحماده، بيقع في الارض وتعبانه. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. ايمن يونس حاجز رجل حماده صدقي، حكى زي ما حضراتكم جنبيها على طول، لعب على طول توصل لبدر رجب، عاليه، علاء ميهوب وخالد جلال، محمد سعد لخالد جلال، تروح لأسامة عرابي، لعلاء ميهوب، تعبانة وصفارة وإنذار لهشام إبراهيم. ضربة حرة مباشرة لطاهر ابو زيد. طاهر لعبها بالعرض توصل لأسامة عرابي، مجدي عبد الغني ترجع تاني في نص الملعب، محمود صالح عالية، ابراهيم حسن توصل لطارق يحيى، بياخدها من قدامه أسامة عرابي إلى محمود صالح لطاهر أبو زيد، تخبط في رجل خالد جلال وتطلع بره الملعب. رمي التماس للأهلي. محمود صالح، خالد جلال طلعها بره الملعب مرة تانية، محمد سعد، حسام حسن لأسامة عرابي، وضربة حرة مباشرة نتيجة دفع خالد جلال. 10 دقائق على بداية الشوط الثاني من لقاء الأهلي والزمالك، وما زالت النتيجة تقدم النادي الأهلي بهدف الأشياء أحرزه أيمن يونس في الدقيقة 24 من الشوط الأول. أسامة عرابي هيلعب الضربة الحرة المباشرة للنادي الأهلي. لعبة عالية بره الملعب، ضربة مرمى للزمالك. خالد جلال لأيمن طاهر، عالية في دفعة من أيمن يونس لمجدي عبد الغني، ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. حمادة صدقي، علاء ميهوب بصدره على طول لمجدي عبد الغني، أمامية طويلة لحمادة عبد اللطيف، تطلع بره الملعب. رمي التماس للنادي الأهلي. إبراهيم حسن
طاهر ابو زيد، بدر رجب، مجدي عبد الغني، محمد سعد، اسامه عرابي، علاء ميهوب، حسام حسن، حسام لبدر رجب، جامده لما عاليه بره الملعب، ضربه مرمى لنادي الزمالك. ايمن طاهر لبدر حامد، ايمن طاهر مره ثانيه، ايمن طاهر، جمال عبد الحميد، حماد عبد اللطيف، الشمال بره الملعب، ضربة مرمى للنادي الاهلي. ضربة ركنية، الظاهر الكرة خربت حد وهي طالعة، حماد عبد اللطيف، في دفعة من جمال حميد، ظبطوا الحكم، ضربة حرة في المشى، في لاعب من الزمالك بيسخن، الحكم بيقول له بعد شوية بعيد عن الخط اللي احنا شايفينه هو بيسخن. حمادة صدقي، علاء ميهوب، محمد سعد، حمادة صدقي، حمادة، اسماعيل يوسف، في دفعة من طاهر، ضربة حرة مباشرة للزمالك. ضربة حرة مباشرة للزمالك. مباراة النهارده مباراة جيدة جدا من الفريقين، بيلعبوها بأعصاب هادية، ما فيهاش توتر اللي كان بيصاحب اللقاءات في الماضي، ولذلك احنا بنستمتع بمباراة ذات مستوى رفيع من الزمالك والأهلي. هشام إبراهيم، جمال عبد الحميد، حمادة صدقي، جمال عبد الحميد، محمد سعد، حماد عبد اللطيف، حمادة، طارق يحيى، جمال عبد الحميد بيطلع، برافو أحمد شوبير، طلعها حمادة صدقي لأيمن، أيمن يونس، خالد، حماد عبد اللطيف، طلعها أسامة عرابي بره الملعب، رمي التماس. 15 دقيقة عن بداية شوط ثاني من لقاء الأهلي والزمالك، ما زالت النتيجة تقدم الزمالك بهدف لا شيء، أحرزه أيمن يونس بعد مضي 24 دقيقة من بداية الشوط الأول. اسماعيل يوسف، مجدي عبد الغني، مرة ثانية رمي التماس من مكانه. اسماعيل يوسف، مجدي عبد الغني، تخبط في دماغ ايمن يونس، تطلع بره الملعب، ضربة مرمى للنادي الاهلي. احمد شوبير، أمامية عالية، هشام ياكل لاسماعيل يوسف، محمد حلمي، ابراهيم حسن، علاء ميهوب،
طاهر ابو زيد، علاء ميهوب، علاء ميهوب من بدر، تخبط ترجع تاني لعلاء ميهوب، سامع عرابي لبدر رجب، لعب ورا لحماد صدقي، لحسام حسن، ايمن يونس، حماد صدقي، احمد شوبير، مجدي عبد الغني، يا مصريين يا كلاب يا ولاد الكلب. خالد جلال، ضربة حرة مباشرة للزمالك. في دفعة ضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي، تلعب على طول لمجدي عبد الغني، حسام حسن وخالد جلال، طلعها بره الملعب خالد جلال، ضربة ركنية للنادي الاهلي. لأسامة عرابي، عالية، ويطلع أيمن طاهر يظبط. أيمن طاهر، بدر حامد، أيمن يونس، محمد حلمي، ياخدها إبراهيم حسن ويلعبها أمامية، علاء ميهوب، رمي التماس للأهلي، حكم بيقول ضربة حرة مباشرة، لا رمي التماس تاني. إبراهيم حسن، طارق يحيى، أمامية طويلة مش لأي حد غير أحمد شوبير، يطلع من ملعبه ويلعبها حماد صدقي، محمود صالح، أسامة عرابي، وبيفوت ورقص اسماعيل يوسف، ياخدها اسماعيل ويرجع تاني، تطلع بره الملعب، ضربة ركنية يدي ضربة مرمى، لا ضربت في رجل أسامة عرابي وهي خارجة. حارس المرمى واقع، حكم طبعا يوقف ساعته وبيطلب المسؤولين عن العلاج الطبي لفريق الزمالك. من ضمن الحاجات ظريفه النهارده مهندس صادق منعم مدير العلاقات العامه بيقول للحكم الفرنسي الدولي كينيو، خلي بالك في 2 توائم في فريق النادي الاهلي. قال له لا ما تنعيش هم من الموضوع ده، لان احنا 3 توائم فانا عارفه كويس قوي. الجو بدأ يبرد بعض الشيء، لان في بعض السحب الخفيفه في استاد القاهره. ما زال كفاح الفريقين بعد مضي 20 دقيقه اوصلهم الى ان الزمالك متقدم بهدف لا شيء. حرزوا ايمن يونس بعد مضي 24 دقيقه من بدايه الشوط الاول. للزمالك لعبها ايمن طاهر للشامية، كان بوقفها داخل منطقه الجزاء، الحكم بيقول له ارجع تاني. ايمن طاهر وهشام يكن،
عالية، جمال عبد الحميد، مجدي عبد الغني لجمال بيعليها على صدره، معاه محمود صالح بينقلها، انما في دفعه ضربه حره مباشره للزمالك بتلعب على طول. حماده عبد اللطيف، حماده عبد اللطيف، خالد جلال في ناحيه اليمين بيطلبها، بيسيبها ايمن يونس لخالد جلال، فعلا بيلعبها بره الملعب، ضربه مرمى للنادي الاهلي. سكه احمد شوبير عشان ما يضيعش وقت، لعبها على طول لاسامه عرابي لاحمد شوبير. اسامه عرابي، محمود صالح، اسامه عرابي، مجدي عبد الغني، محمد سعد، يلعبها هشام ابراهيم تطلع بره الملعب. رامي التماس تلعب على طول علاء ميهوب مع خالد جلال. محمد حلمي على صدره على الارض، الايمن يونس بيفوتها لنفسه، بيفوت جمال عبد الحميد، حماده عبد اللطيف، حماده تطلع بره الملعب. رامي التماس للزمالك، رامي التماس للزمالك، لعبها اسماعيل يوسف، ايمن يونس خدها بدر رجب بيطلعها بره الملعب. رامي التماس للزمالك مره ثانيه، اسماعيل يوسف، مجدي عبد الغني، محمد حلمي يشوطها من بعيد، سكه احمد شوبير، أمامية طويلة عالية، بقى هشام ابراهيم، بدر حامد، حماده صدقي، حماده صدقي، علاء ميهوب، اسامه عرابي، علاء ميهوب، طاهر ابو زيد، ضربه حره مباشره للنادي الاهلي نتيجه عبقله اسماعيل يوسف لطاهر ابو زيد. هشام كان بيناقش الحكم، بيقول له ابعد 10 ياردات. انا شايف رضا عبد العال كان بيسخن، بدا يستعد لانه ينزل، وطاهر ابو زيد لعبها تخبط في الحيطه وترجع له تاني وشوطها تطلع ضربه ركنيه للنادي الاهلي. اسماعيل يوسف اللي هيخرج، وعاليه توصل تاني لمجدي عبد الغني، فرصه من الفرص اللي ضاعت. اسامه عرابي بيمشي وبنقلها لابراهيم حسن، وعلى علاء ميهوب بره الملعب. في تغيير اللي بيطلب للزمالك دلوقتي، اسماعيل يوسف هيخرج وينزل رضا عبد العال. رضا عبد العال ده اللاعب الجديد اللي انتقل لنادي الزمالك هذا الموسم بعد 25 دقيقة من بداية الشوط الثاني بينزل، ودي أول مرة اشترك في هذا اللقاء، لقاء الأهلي والزمالك. طبعا ما يقدرش ينزل اللاعب البديل الا لما يخرج اللاعب اللي بيشارك في المباراه، ولذلك الحكم مع اسماعيل لغايه لما خرج بره الملعب بيسلم على رضا، بينزل رضا بيصفر. هشام ياكل تروح لبدر رجب،
علاء ميهوب لطاهر ابو زيد، الشوطه تخبط وتوصل لايمن يونس بيلعب على طول لبدر رجب. بدر رجب نقلها لابراهيم حسن، تطلع بره الملعب، ضربه ركنيه للنادي الاهلي. برافو ايمن لطاهر، طلع قطع سكه على ابراهيم حسن المتقدم المندفع من الخلف. ضربه ركنيه للنادي الاهلي، هيلعبها بدر رجب. عاليه توصل لحماده عبد اللطيف، حماده لطيف لايمن مع حماده صدقي، بتطول بيطلع احمد شوبير. برافو حماده بره الملعب. حماده لطيف لمح احمد شوبير طالع، حاول يسقطها وفوق منه لما اجمل من اللازم، تطلع بره الملعب وتتنقل لاحمد شوبير. تفكير ذكي من حماده لطيف، انما التنفيذ عاوز ضبط اكتر من كده. محمود صالح، محمود صالح، خالد جلال، اول كوره ياخدها رضا عبد العال، خدها منه اسامه عرابي. اسامه عرابي بيفوت مجدي عبد الغني، ياخدها محمد حلمي. حماده عبد اللطيف، حماده ابراهيم حسن بينقلها لعلاء ميهوب لمجدي عبد الغني. ضربه حره مباشره للاهلي. مجدي عبد الغني لبدر، بدر رجب لابراهيم حسن، تخبط تطلع بره الملعب. ضربه ركنيه للنادي الاهلي. ضربه ركنيه للنادي الاهلي، هيلعبها بدر، تخبط تطلع بره الملعب. رمي التماس للنادي الاهلي. بدر لاسامه عرابي، لابراهيم حسن، فرصه بعيد عن الجول، 4 ياردات، يحطها مجدي عبد الغني بدماغه زي القنبله لما خارج. ما هنشوفها مره ثانيه، نشوف مجدي عبد الغني بيعمل ايه. بدماغه جامده لما بره القايم اليمين وبيندب حظه بيقوم. هشام يا كان واقع في الارض، انما الحكم بيقول له اتفضل قوم. وايمن طاهر، كشافات الملعب بدات تنور زي ما حضراتكم شايفين، على اساس ان الغيوم اللي هيشوفوا الكره دي مره ثالثه. مجدي عبد الغني بيلعبها بدماغه، 5 ياردات انما بره الجول. محمود صالح، عاليه، جمال عبد الحميد، مجدي عبد الغني، بدر رجب، وفي دفعه وصفاره. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. نص ساعه على بدايه الشوط الثاني من لقاء الاهلي والزمالك، وما زالت النتيجه تقدم النادي الزمالك بهدف لا شيء. احرزه ايمن يونس بعد مضي 24 دقيقه من بدايه الشوط الاول. رضا عبد العال، حماد عبد اللطيف، رضا عبد العال، اسامه عرابي يطلعها بره الملعب. رمي التماس لنادي الزمالك. بدأت المباراة تقترب الشوط الثاني من نهايته. الزمالك نجد السرعة من النادي الأهلي والتحكم من النادي الأهلي والزمالك. وخالد جلال عالية، جمال حميد بيلعبها توصل لأحمد شوبير. أحمد شوبير بإيده على طول، علاء ميهوب بتفوت منه، بتلعب محمد سعد، أسامة عرابي، مجدي عبد الغني، طاهر أبو زيد، محمد سعد، عالية، ابراهيم حسن بيلعبها لما يمسكها ايمن طاهر. ايمن طاهر على الارض. بدر حامد، بدر حامد لايمن طاهر. بدأت المباريات تشتعل بالحماس، اهلي وزمالك وزمالك واهلي. ترجع الكرة ورا لايمن طاهر.
ايمن عليا محمود صالح محمد سعد محمود صالح بدر رجب ابراهيم حسن حماده صدقي اسامه عرابي محمود صالح اسامه عرابي علاء ميهوب علاء وحماد عبد اللطيف ياخدها مجدي عبد الغني وطارق يحيى لوحده جول. طارق يحيى بيلعبها برافو احمد شوبير. شايفين طارق يحيى ماسك دماغه. برافو احمد شوبير طلع ولعب الكوره خط ظهر النادي الاهلي. وقف هتشوف الكوره اهي تاني. مجدي عبد الغني تقطع حماد عبد اللطيف بينقل على طول. الله زمان بيقول مفيش حاجه. طارق يحيى واحمد شوبير بيطلعها برجله اليمين بره الملعب. ضربه ركله تلعب يظبطها احمد شوبير لعبها بايده على طول طويله. حسام حسن محمد سعد يقطعها. خالد جلال يلعبها ورا طويله لايمن طاهر. فرصه اكيده طاعت من طارق يحيى ومجهود كبير جدا وتوقيت سليم من احمد شوبير وايمن طاهر. حماده صدقي علاء ميهوب ابراهيم حسن حسام حسن ابراهيم حسن هشام يكن مجدي عبد الغني هشام يكن. كوره رايحه جايه باسرع ما يمكن اماميه طويله حماده صدقي على خط النص. هشام يكن بره ملعب المره دي. رمي التماس للنادي الاهلي. بدا زكريا ناصف يقوم يسخن. لعب على طول حسام حسن لابراهيم حسن. عاليه توصل ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. حكم ضربه حره غير مباشره رافع رجله ورافع ايده يقول ان اللعبه كانت رجله لعبه خطره وادي ايده. 10 ياردة ورا بيقول لهم باستمرار. ...35 دقيقة على بداية الشوط الثاني من لقاء الأهلي والزمالك وما زالت نتيجة تقدم الزمالك بهدف لا شيء. احرزه أيمن يونس بعد مضي 24 دقيقة من بداية الشوط الأول. تتنقل له طاهر بيلعبها يرجعها هشام ابراهيم بدماغه توصل لبدر رجب. رمي التماس للنادي الاهلي تلعب على طول مره ثانيه بره الملعب. طارق خليل ايضا من النادي الاهلي بيسخن. اذا نزل طارق خليل يبقى النادي الاهلي استبدل الاثنين بتوعه في مباراه النهارده. محمد سعد اللي هيطلع انا شايف نمره 5 وهينزل طارق خليل.
رامي التماس للنادي الاهلي، تتلعب توصل لابراهيم حسن بيلعبها، تلعب ورا لحماده صدقي، حماده صدقي، حسام حسن، طلعها هشام ابراهيم، محمد عبد اللطيف، بدر حامد لحماد عبد اللطيف، لبدر حامد ورا مره ثانيه، تطلع بره الملعب رامي التماس. محمد سعد خارج، هينزل بداله طارق خليل. بعد مضي 37 دقيقه من الشوط الثاني. محمد عبد اللطيف هيخرج وينزل بداله زكريا ناصف. وكده يبقى كل فريق استبدل الاثنين. طلع محمد عزيز مع بدايه الشوط الثاني ونزل علاء ميهوب للاهلي، ثم دلوقتي طارق خليل بيلعب مطرح محمد سعد. اما بالنسبه للزمالك فطلع اسماعيل يوسف ونزل رضا عبد العال، وطلع دلوقتي حماد عبد اللطيف ونزل زكريا ناصف. وما زالت نتيجه تقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء احرزه ايمن يونس بعد مضي 24 دقيقه. كمان حميد بيلعبها زكريا ناصف، اول كره بيوقفها، لعبه عاليه ترجع لخالد مجدي عبد الغني، بدر رجب، اماميه طويله، حسام حسن بيجري عشان يتابع، انما لحقها ايمن طاهر قبل منه. اماميه عاليه، مجدي عبد الغني، مجدي عبد الغني، حسام حسن وهشام يكن. حسام حسن في عرقله وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. أسامة عباس، بدر رجب، توصل إلى طارق يحيى، طارق يحيى وإبراهيم حسن، ياخدها إبراهيم حسن وينقل على طول علاء ميهوب. علاء ميهوب بتمشي، حكم بيقول مفيش حاجة. بيدي انذار لطاهر ابو زيد. ضربة مرمى ضربة ركنية للنادي الاهلي من ناحيه اليمين. حكم ادى ضربه مرمى ورجع استشار المساعد بتاعه فاداله ضربه ركنيه. لعب عاليه هنشوف الكرة مرة تانية. حسام حسن بيكملها جوه الجول، وبكده يبقى في الدقيقة 40 بيتعادل النادي الأهلي بهدف. هنشوفها مرة تانية، جول للنادي الأهلي بيجيب حسام حسن ضربة ركنية على لعبها علاء ميهوب، توصل لحسام حسن بيكملها جوه الجول وتبقى النتيجة 1-1. كرة هنشوفها مرة تانية، علاء ميهوب لعبها، حسام حسن بيكملها، ايمن طاهر معذور في الجول اللي جه ده ما يقدرش يعمل فيه حاجه. تطلع جامده تفوت من احمد شوبير وتطلع بره الملعب، واحمد شوبير مرمي في الارض، ظهر عنده شد عضلي في رجله اليمين. مباراه حماسيه كبيره من الفريقين زي ما احنا شايفين على الشاشه، الاهلي 1 والزمالك 1. مباراه كبيره من الفريقين وديت بمزيد من الدقة والمهارة من الفريقين. كل فريق من أول سنة بيحاول إن هو
يقدم احسن عرض، وفق ايمن يونس في انه يجيب الجول الاول في دقيقه 24 من الشوط الاول. ثم شفنا من دقيقه واحده حسام حسن بيجيب هدف التعادل للنادي الاهلي بعد 40 دقيقه من بدايه الشوط الثاني. طاقم تحكيم ممتاز، ادى مباراه رائعه، حكم لائق بدنيا تماما، لائق فنيا، قرارات صحيحه، متواجد جنب كل كوره. باقي 5 دقائق حسب ساعتي انا، فاضل 3 دقائق غير الوقت بدل الضاع اللي احتسب الحكم نتيجه علاج اللاعبين على ارض الملعب. هنشوف كفاح الفريقين هيوصلنا لايه. انا بحب اقول مباراه ممتازه من الفريقين منذ مده كبيره جدا، ما شفناش مثل هذا الاداء والعرض المتمكن من الفريقين. كل بيحاول ان يؤدي احسن ما لديه على اساس ان التوفيق من عند الله. الى الان التعادل بهدف لكل فريق. ايمن يونس جاب الهدف الاول للزمالك في دقيقه 24 من بدايه الشوط الاول. حسام حسن بيجيب هدف التعادل الاهلي في دقيقه 40 من بدايه الشوط الثاني. فاضل حسب ساعتي انا كان 3 دقائق غير وقت بدل الضائع اللي احتسبه الحكم الدولي الفرنسي جوين كينيو. ضربة مرمى للنادي الاهلي، وقام احمد شوبير بيجري عشان يشوف الشد العضلي انتهى ولا لا. ضربة مرمى للنادي الاهلي مع الدقائق الاخيرة للمباراة. حماده صدقي بيوقفها داخل منطقة الجزاء، تعاد لتلعب مرة ثانية. هيلعبها حماده صدقي. عالية طارق خليل بيحاول يلعبها، ياخدها رضا عبد العال، يلعبها لزكريا ناصف، توصل إلى أحمد شوبير. أحمد شوبير بيقول للاعبي النادي الأهلي اتفضلوا لقدام. رجل الشمال الأمامية عالية، طارق، حسام حسن، وفي كعبلة من هشام، كعبلة من هشام يكن. حكم بيبعدهم الاثنين على البعض. ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. طاهر أبو زيد بيطلب الكورة، طاهر أبو زيد بيطلب الكورة، وهو اللي هيلعبها من بعيد وجامدة، تخرج بره الملعب. كورنر، ضربة ركنية، ضربة ركنية للنادي الأهلي. بدر رجب رايح يلعبها، راح يلعبها بدر رجب، عالية، ويطلع أيمن طاهر يظبطها. ايده على الارض لبدر حامد. بدر حامد بيمشي، ضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي. التعب على طول. طاهر ابو زيد في نص الملعب، مجدي عبد الغني، علاء ميهوب. علاء ميهوب ما زال ماشي. مجدي عبد الغني، عالية، حسام حسن، وايمن. يلعبها ايمن طاهر بالبوكس، تمشي توصل لبدر حامد، تخبط وتطلع بره الملعب. رمي التماس. حسب ساعتي انا انتهى وقت الشوط الثاني من المباراة، وما زالت نتيجة تعادل الفريقين 1-1. احرز هدف الزمالك ايمن يونس في دقيقة 24 بداية الشوط الاول، ثم تعادل حسام حسن الاهلي بعد 40 دقيقة من الشوط الثاني. حكم الدولي كينيو
بيصفر وبيقول رمي التماس للنادي الاهلي هيلعبها بدر حامد. طارق خليل بيلعبها بالعرض، خالد جلال وناصر على ما يهوب يوقفها ياخدها يلعبها لحماده صدقي، حماده صدقي لطاهر، طاهر ابو زيد، محمود صالح بيفوت وبيفوت مره ثانيه معاه هشام يكن، بيظبطها هشام يكن مع محمود صالح، بياخدها طارق بيلعبها لحسام حسن، ماشي حسام حسن بيلعبها عاليه بره الملعب، انما الحكم بيصفر بيقول لمسه يد، وكده حسام حسن بايده. اخر 5 دقائق من الشوط الثاني زي ما حضراتكم شايفين دفاع مستميت من الفريقين، كل بيحاول انه يحسن النتيجه ليفوز بهذا اللقاء العام بعد اداء طيب وممتاز ومشجع من الفريقين. ان شاء الله نتمنى التوفيق لفريقنا القومي اللي هيختار النهارده تعلن اسماء باكر على اساس اشتراكه في المباراه الكبرى مع كوريا الجنوبيه اللي هتقام في الدوحه على بطوله اسيا وافريقيا للامم. ايمن طاهر، ايمن طاهر، هشام يكن لايمن طاهر، طاهر ابو زيد بيهاجم ايمن طاهر عشان يلعب الكوره بسرعه وعاليه. تطلع بره الملعب، رمي التماس للاهلي هيلعبها اسامه عرابي لطارق خليل، تطلع بره الملعب، رمي التماس للزمالك بيلعبها خالد جلال، بيسيبها لهشام يكن، هشام يكن ولا محمود صالح بيطلعها بره الملعب، محمود صالح بيطلعها بره الملعب، رمي التماس للزمالك، بيسيبها هشام يكن لخالد جلال، رضا عبد العال لخالد جلال، ياخدها حسام حسن وتطلع بره الملعب. رمي التماس للنادي الاهلي، رمي التماس للنادي الاهلي، يلعب علاء ميهوب لحسام حسن، وضربه حره مباشره ضد خالد جلال. حسام حسن بيتقلب في الارض، ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. 4 دقائق حتى الان من الوقت البدل الضائع اللي احتسب الحكم الدولي كينيو الفرنسي في الشوط الثاني من لقاء النادي الاهلي ونادي الزمالك اللي ما زالت نتيجته حتى الان التعادل بهدف لكل من الفريقين. احرز هدف الزمالك ايمن يونس في الدقيقه 24 من بدايه الشوط الاول، واحرز حسام حسن هدف التعادل للنادي الاهلي في الدقيقه 40 من الشوط الثاني. وما زال حكم الدولي الفرنسي كينيو بيلعب في الوقت بدل الضائع اللي هو احتسب عن كل ايقاف تم في الشوط الثاني. حسب ساعتي انا دلوقتي كمان دقيقه زاد بقوا 5 دقائق، هو بيبص في ساعته وبيقول الظاهر حد بيكلمه بيقول له في وقت، هو بيحتسب بيكلم المستشار عوض سعدي مراقب مباراه اليوم. مباراه حماسيه ذات مستوى من الفريقين الاهلي والزمالك قطبي الكره المصريه. شايفين على الشاشه الزمالك 1 ايمن يونس، الاهلي 1 حسام حسن. ناحيه جماليه الزمالك مكتوب باللمض البيضاء والاهلي باللمبات الحمراء اللي هو لون الفريقين. مجدي عبد الغني عاليه وتفوت وتوصل على ما يبنى فيه صفاره في دفع الظاهر حد من النادي الاهلي. حكم
بيكلم حسام حسن. هشام يكن بيكلم حسام حسن، الحكم بيقول لهم اتفضلوا ابعدوا عن بعض انتوا الاثنين. هشام ابراهيم لايمن طاهر لبدر حامد، يصفر الحكم الدولي الفرنسي